بص الهدف اللي قدامك ده. الزمالك ممكن يركب بيه المباراه انطلاقه، انما ماتش حلو جدا. الشوط الثاني سريعه هوبا، هي دي اللي كانت لازم تتعمل. شيكابالا يدور يا ولد الله. هدف ماركة شيكابالا، وعلى ما يبدو ان الزمالك ناوي على نسخة جديدة من شيكا، واحد من افضل اللاعبين الصاعدين في الكرة المصرية. شوية اهتمام وتطوير اكتر هيكون مفيد جدا للزمالك. كلام عن الاباتشي الجديد انس وائل، لاعب نادي الزمالك مواليد 2005. بشكل عام صعب في كرة القدم تلاقي لاعب بنفس ستايل لاعب تاني، ولو لقيت بيكون نادر جدا، زي مثلا ميسي ومارادونا. النهارده بقى بقدم لك لاعب نفس ستايل شيكابالا بالظبط، موهبة فعلا حدوتة، ستايل ودريبل عالي وكنترول ممتاز، فنياته عالية وبصير ومتحرك ومسدد هايل على المرمى، ولاعب حريف وعنده حتة كده من شيكابالا فعلا. يعني مثلا بص الحتة دي، بدأ يعطي لمسات. الله الله يا شيكابالا، الله على اللمسات. زي ما قلت لك انس مواليد 2005، يعني عنده 18 سنة في الوقت الحالي. انضم لأكاديمية الزمالك في سنة 2013 تحت قيادة المدير الفني عمرو عبد المجيد، ولما المدير الفني شاف انه لاعب مميز تم تصعيده الى قطاعات الناشئين، وتدرج في اكتر من فئة سنية، ولعب في اكتر من مركز اثناء الفترة دي. لعب وينج رايت، وينج ليفت، وبلاي ميكر، وفي بعض الاحيان كان بيشارك في مركز المهاجم السريع، لانه ما شاء الله لاعب طويل وعنده قدرة جسدية فعلا ممتازة. في اخر 3 مواسم انس بيلعب مع فريق 2005، معدل مساهماته فعلا جيد جدا، ولكن معدل الصناعة افضل كتير من التسجيل، لانه بيحب يشارك في مركز 10. لاعب عنده رؤية وبصير، وفعلا لو استلم من نص الملعب فالخطر جايلك. بيقدر يعدي من 1 و2 و3، وبيعمل فنت ممتاز، وبيسدد وبيسجل هدف. كمان بيستغل المهارة بتاعته لما بيستلم من نص الملعب علشان يخلق مساحة للتمرير، وفعلا هو صانع ألعاب ممتاز. لو استلم من الجناح اليمين هتلاقيه جاي بسرعة كبيرة، وبيعدي برضه بيسجل هدف. كمان بيقدر يعمل التكملة داخل منطقة الجزاء، وبيتابع الكرة التانية، وبيشتغل كمهاجم تاني، وبيمثل إضافة كبيرة. الخلاصة كده واللي أنا عاوز أقوله، أنس وائل إذا تم الاهتمام بموهبته هيكون مؤثر جدا مع الفريق الأول للزمالك، لأنه فعلا مميز ومختلف، وعنده الإمكانيات اللي تقدر تقدم إضافة. لاعب حريف، كورته عالية في المراوغة الفردية، وعنده رؤية ممتازة لو استلم من نص الملعب. عنده دقة عالية في الباص الأمامي، بالإضافة إنه بيقدر يلعب وينج رايت أو حتى بلاي ميكر، نفس المراكز اللي بيلعب فيها شيكا. ولو سألتني كأهلاوي أتمنى الاهتمام بالموهبة اللي زي أنس، وأتمنى له التوفيق وربنا يكرمه مع الزمالك الفترة اللي جاية إن شاء الله، لأن اللعيبة اللي زي دي هي إضافة كبيرة لمنتخب مصر في المستقبل، وأي موهبة تطلع من أي فريق في الكرة المصرية أكيد إضافة لمنتخب مصر الأول في المستقبل إن شاء الله. ولحد هنا يا صديقي أنا خلصت كلامي، أتمنى تقول لي رأيك في الكومنتات تحت. هل أنس وائل لو اتصعد في الوقت الحالي هيقدر يمثل إضافة للفريق الأول، ولا أنت شايف إيه؟ وهل هو ستايل لعبه قريب من شيكابالا ولا لأ؟ هستنى الكومنت بتاعك. واخيرا اتمنى قبل ما تقفل الحلقه يا ريت توحد الله لا اله الا الله، وتصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، واعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس، واوعى تنسى تعمل لايك وفولو للصفحه الرسميه على فيسبوك اللي اسمها طوفان اهلاوي. نتقابل بخير يا حبايب، سلام.